تفضلي. اي نعم. انا قصة ولا لا؟ لا اعطيني اياها الله يحفظك ان شاء الله تعالى، انها خير ان شاء الله تعالى. شيخ انا رأيت اختي الملك سلمان ويا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي. كان الملك سلمان فرحان لان النفط راح لونه ازرق، كان غضبان الرئيس الروسي على الملك سلمان، يشوف الملك سلمان فرحان عشان الملك سلمان شاف النفط راح ازرق. نعم. بعدين قام الرئيس الروسي وقتل لحظة أختي سارة، أنت رأيتي الملك سلمان مع الرئيس الروسي وكان الرئيس الروسي غضبان. اي نعم، والملك سلمان فرحان لأن شاف النفط راح لونه أزرق. لو سمحتي، الملك سلمان فرحان صح؟ اي نعم. ومن هو اللابس ثياب أزرق؟ لا النفط، لأن الملك سلمان شاف النفط راح أزرق لون النفط. نعم. غير واضح. لون النفط يا شيخ، البنزين يعني لون النفط. لون ايش النفط بالضبط؟ لون النفط. اي النفط. اي نعم. لون النفط ازرق. اي نعم. كان الرئيس الروسي غضبان والملك سلمان فرحان. بعدين الرئيس الروسي قام وقتل الملك سلمان. كيف؟ بعدين اختي تقول قتل الرئيس الروسي قتل الملك سلمان. ما فهمت. الرئيس الروسي ايوه قتل الملك سلمان. قتله. اي نعم. اي نعم. بعدين اختي تقول انا رحت بيقتل اللي قتل الملك سلمان، تقول انتهت، ما ادري انا قتلته ولا لا. انتهت الرؤيا؟ اي نعم. الله يسلمك ويبارك فيك. ما شاء الله. اصحاب طبعا رؤيا هي رؤيا طيبة. ما شاء الله. هي رؤيا طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النفع بها للعموم. ما شاء الله. طبعا القاعدة تقول الرؤى التي تتعلق بالأعلام الذين هم العلماء والحكام دائما ما يستفيد منها الناس من تحتهم. ما شاء الله. يستفيد الناس لأنهم مسؤولين عن أمة. نعم. مسؤولين عن أمة. نعم. إذا هم يحملون هذا الهم والله. أقول الأمير سلمان الله يحفظه هو حامل هم هذه الأمة بأجمعها، الأمة الإسلامية. وفي الحقيقة ارتفعت رؤوس أهل السنة في أيامه. الحمد لله. ورؤوس أهل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقيض لهذا الدين. ندخل في التفسير. نعم. ندخل في التفسير. رأت طرفين، طرف غضبان وطرف فرحان. أما الذي غضبان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، وذكر أن الغضب من الشيطان. إذن هذا الطرف من أتباع الشيطان. نعم. وعندنا الطرف الآخر هو الملك سلمان كان فرحان، والفرح دائما ما يكون من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. إذن هذه فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل ولنا معه. ما شاء الله. ولنا معه. نأتي الآن إلى النفط والأزرق إلى آخره. هي هذه أطماع أولئك الغضبانين الشياطين، لأن اللون الأزرق يرمز لأهل الإجرام، يحشر المجرمون يوم القيامة زرقا. نعم. هؤلاء هم أهل الجرائم وأهل الفساد وأهل الأطماع بخيرات هذه البلاد وما فيها من الرزق والبركة والنفط. لكن النتيجة الأخيرة أن الملك سلمان قتل. ما هو تفسير القتل؟ نحن نقول الإنسان إذا قتل في الحقيقة ما الذي يحصل له؟ الإنسان إذا قتل ينتقل من دار إلى دار أخرى، من دار الدنيا إلى دار الآخرة. نعم. هذا في الحقيقة. نعم. لا الآن لسنا في المنام. طيب أيهما الأفضل، الدنيا أم الآخرة؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. نعم. إذن فهي تفسر أن الملك سلمان سوف ينتقل من الحال الذي هو فيه الآن، حال الهم والمشاكل والحروب والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقه. نعم. سينتقل إلى مرحلة أخرى هي خير من حال المسؤولية، وهي الاستقرار بعد قضاء الوطر إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. إن شاء الله أن يحقق ذلك. يعني الله يسعدك يا أختي سارة، رؤياك كانت سارة علينا جميعا. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا أختي سارة، بارك الله فيك.